السلام عليكم الاصدقاء، نتمنى تكونوا بخير. جيت ندوي لكم اليوم على ديك الضجه اللي طاريه في غزه وفلسطين، والحمد لله العالم كامل متضامن معاهم، واخا ما يقدر حتى واحد يدير شي حاجه، حيت للاسف حنايا ما باستطاعتنا والو باش نمشيو اننا نساعدوا ولا كذا. يعني حكام العرب للاسف هما اكبر خونه، ما قادرينش يديروا حتى شي حاجه، ودايرين بحال الكلاب حاشاكم كيترعدوا، ما قادرين يديروا حتى شي حاجه، ويكذبوا علينا حق الايمان الاسلام كذا. هذه حشومه. اين هو الاسلام؟ اين هي الاخوه؟ اين هي الانسانيه؟ بعد هما كاع هنا صاحبي كتقولوا عليهم كاع كفار صاحبي، ودايرين جمعيات وكذا وحقوقيين كيتضامنوا معاهم صاحبي، والله دايرين مسيرات، دايرين فهمتي متضامنين معاهم في وسائل التواصل الاجتماعي. وللاسف كنشوف اصاحبي بزاف ديال دوك اش كيقولوا ديالهم كاع هذوك المشاهير اللي كاينين في المغرب، حتى واحد فيهم كلشي كينشر غير التفاهه، وكلشي كيضرب غير على راسو، وكلشي خايف، وحتى واحد ما باغي يبارطاجي صاحبي. قليل وحشومه صاحبي داكشي اللي كنشوفو، والله ما قادرينش يبارطاجيو صاحبي. بنادم خايف على راسو، خايف على الكونت ديالو، ولا ما عرفت شنو ولا يسيبريميو ليه. والله الا حسبنا الله ونعم الوكيل وحق الله. كتشوف اصاحبي النساء كيغتصبوا قدام عينيك، وهكا كيصوروا فيهم العسكر، وفي نفس الوقت كتشوف اطفال اصاحبي صغار كيديروا لهم اباده جماعيه صاحبي. حشومه والله. هادشي ما داخلش في القانون ديال الحرب، ما داخلش هادشي. يعني راه مذكور في القران اصاحبي وفي السنه ان هادشي ما كاينش. يعني فهمتي الحرب كتكون بين جوج طرفين، العسكر مع العسكر سالين، يعني النساء وداك الشيء فهمتي ما تتقربش ليهم هذا. ولكن للاسف انتم شفتوا كل شيء بين عينيكم. داك الشيء علاش الاخوان كنقول لكم الله يرحم الوالدين، اقل شيء تقدروا ديروه هو البارطاج. البارطاج تقدر تعاون به، وفي نفس الوقت ما تنساوهمش في هذا الشهر رمضان المبارك انك تدعي معاهم، دعي معاهم ودعي الله عز وجل انه ينصرهم، حيت ما عندهم حتى شي حد. احنا شفنا راه بلا باش تعرف بان في الدنيا هذه راه ما كاينش شي واحد اللي غيوقف معاك من غير الله عز وجل. باش نقول وحسبنا الله ونعم الوكيل في السبب، من كان السبب وراء ذلك. هذوك اللي كيوريونا في الاخبار وكذا راه ماشي هذوك هما السبب، راه كاينين ناس اخرين مدركين هما اللي كيخططوا لهذا الشيء وكيدرسوا وكيوجدوا لينا حنايا. حنا للاسف راه مستهدفين، خصكم تعرفوا هذه القضيه هذه. وحسبنا الله ونعم الوكيل، الله ياخذ الحق في من كان السبب، واللهم ارنا عجائب قدرتك في من كان السبب وراء ذلك. ويا ربي تكون لهم عوين يا رب، حيت هذاك الشيء اللي كنشوفو والله الا زعما انا شفت دي فيديو بحال ما كندوز، والله الا ما نقدرش نشوفها صح، ما نقدرش والله صح. داك الشيء بزاف ما عمرنا في التاريخ شفناه بحال ما هذا الشيء. احنا ولينا دابا كنشوفو باش تعرفوا ان كنقول لكم اننا ورونا الحمد لله الصوره الصحيحه ديال شكون هما اكبر مجرمين على وجه الكره الارضيه واكبر مفسدين، وراتهم لينا دابا الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي، والعالم كامل عرفهم. يعني بلا ما يبقاو يقولوا ديك اللعيبه ديال احد قال المسلمين هما اكبر ارهابيين وكذا، بالعكس حنا مسالمين، حنا مسالمين، وكل شيء الحمد لله ولا عارفه. والحمد لله دابا ولا العالم عارف شكون السبب وشكون اكبر مفسدين فوق الارض، وهذا هو احسن شيء. وهذا الشيء هذا كيرجع للبارطاج، بارطاجيو ماكسيموم. ما تقولش نخاف على الكونت ديالو شي حاجه، لا يقلب الداو لي انا شحال من كونت انا ولا لا يقلب. ولكن البارطاج الخوت اقل شيء تقدر ديرو والدعاء، حيت للاسف ما حنا ماشي حكام فهمتي. يعني الله ياخذ الحق في الحكام ديال العرب، اكبر خائنين نقولوها بكل وضوحيه وبكل شفافيه، اكبر خونه باش نكونوا واضحين. وحتى اللي ما كيبارطاجيش واللي ما يضروش خاطرو من جهه دوك الوليدات ودوك النساء اللي كيتغتصبوا، والله اخويا لا اكبر خائن. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.